المشاهدون الأكارم سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي. المزارعون في مندفر يتفقدون التجارب الزراعية. بناء حفير في مدينة غونيي بإقليم القشبركة. سوريا تبدأ بتشجيع ضحايا الكلية الحربية وتعلن الحداد 3 أيام. بوتين يؤكد سعي روسيا لبناء عالم جديد ويهاجم الهيمنة الغربية. كوارث الطقس هجرت أكثر من 43 مليون طفل. أهلا بكم من التفاصيل. أحيا الإقليم الأوسط في 6 أكتوبر اليوم العالمي للشلل الدماغي في حفل أقيم بالعاصمة أسمرة تحت شعار ضمان التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية فرع الإقليم الأوسط السيد ياسين أحمد، أوضح أن الشلل الدماغي هو إعاقة جسدية ناجمة عن إصابة في الدماغ وينتج عنها قصور حركي ووضعي واضحين، ومع الدعم الاجتماعي يمكن تحسنهم وتطورهم. وقال رئيس الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية والجسدية العقيد برهان بخرسيون إن الجمعية تعمل على ضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين الذين يعانون من إعاقات ذهنية تماشيا مع أوضاعهم. وذكر بضرورة التوسع في عدد ونوع مراكز العلاج الطبيعي، حيث أن إعادة التأهيل والرعاية في المرافق الصحية تلعب دورا هاما في الحد من إصابات الدماغ، مناديا لإرساء وسائل تعليمية ملائمة من حيث الأدوات والتجهيزات والبنى التحتية. في غضون ذلك أقيمت مسيرة بشعارات ملهمة من ساحة الفاتح من سبتمبر إلى سينما أسمرة. يحتفى باليوم العالمي للشلل الدماغي للمرة الخامسة على مستوى البلاد والمرة 11 على المستوى العالمي. تبادل المزارعون النموذجيون في مديرية مندفر بالإقليم الجنوبي الخبراء مع الخبراء الإرثيين والصينيين بزيارة تجارب تنمية البذور الزيتية والبقوليات الجارية في منطقة زبان عونة. وتفقد المزارعون خلال الزيارة التي جرت في 5 أكتوبر التقدم المحرز في التجارب على 3 أصناف من الفول المصري ونوعين من زيت الخردل و3 أصناف من الفاصوليا ونوع واحد من الكتان. وقال الخبراء إن الهدف من البرنامج هو تحديد البذور عالية الإنتاجية والمتوافقة مع المناخ المحلي. وقدم مستوى بأن نوع الفول الصيني ذو إنتاجية كبيرة بينما الفول الإرتري يتحمل الأمراض. وذكر المزارعون النموذجيون أنهم اكتسبوا خبرة عملية من خلال الزيارة وسيعملون جاهدين لتحقيق برامج الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنصبة مواصلة الشباب لدعم أسر الشهداء والمحتاجين. وأوضح الاتحاد في الاجتماعات التي عقدها في حاضرة الإقليم مدينة كرم من 2 وحتى 4 أكتوبر، أوضح القيام بأعمال وبرامج توعوية سياسية إلى جانب أنشطة العون الجارية في فترة الحصاد. وذكر القيام على مدى الأشهر ال9 الماضية بتنظيم دورات تدريبية مهنية في 21 مجالا شارك فيه أكثر من 1125 شابا وشابة، بالإضافة إلى تنظيم منتديات أصدقاء الشباب في مديريات عتك لزان وهبر وحمل مالو. وقال مسؤول فرع الاتحاد في إقليم عنسبة السيد الزازي برختاب إن البرامج المنفذة كانت فعالة بفضل التنسيق العالي بين الهيئات الحكومية والجبهة ومشاركة المجتمع بأكمله. وطرح المشاركون صيانة مراكز الشباب وتجهيزها بالمرافق الملائمة وتعزيز البرامج التي تركز على تحسين أداء الطلاب والاهتمام بالمكتبات لتحسين معروضات الكتب. من جانبه ذكر رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين
في كلمته الختامية ذكر جميع المسؤولين والمنظمات بالسعي للتصدي للمعوقات والدفع ببرامج التنمية، لأن التنظيم القوي ضروري لمواجهة التحديات وتعزيز برامج التنمية في البلاد. تم بناء حفير في منطقة الدوار بمدينة غونيا بمشاركة الشعب وقوات الدفاع للتخفيف من مشكلة مياه الشرب. وأوضح المهندس بساجر تكي الذي أشرف على بناء الحفير أن الحفير المشيد في منطقة مراعي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 120 ألف متر مكعب من المياه، وسيساهم بشكل كبير في تخفيف النقص في مياه السقي الماشية خلال فصل الصيف وتنمية المياه الجوفية. وأفاد أفراد قوات الدفاع المشاركون في العمل أنهم يشاركون في برامج تنموية مختلفة بالتعاون مع السكان. من جانبهم أقام السكان مأدبة غداء تكريما لأعضاء قوات الدفاع الذين شاركوا في بناء الحفيرة. وحث المدير التنفيذي في إدارة مديرية غونيا السيد أبو بكر محمد إدريس السكان للقيام بأنشطة حفظ المياه والتربة لحماية الحفير من الطمي، مشيدا بالتنسيق الذي ظهر في العمل. أفاد الكادر الصحي في مديرية هبرو ازدياد الاستخدام الشعبي للمؤسسات الصحية في المديرية. وأوضح مسؤول المركز الصحي في مديرية هبرو الممرض أحمد عمر لوكالة إرنا ارتفاع عدد المرضى المراجعين الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات والذين تم علاجهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة تزيد عن 25% مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى تسجيل تطور ملحوظ لرعاية الحوامل، ويتطلب مضاعفة الجهود لضمان مراجعة المرأة الحامل 8 مرات للمؤسسات الصحية حتى الولادة. وقال الممرض أحمد إن حالات الإصابة بمرض الملاريا زادت مقارنة بالعام الماضي رغم عدم حدوث وفيات. وأضاف أنه يتم أيضا إجراء الفحوصات المستمرة للسيطرة على الأمراض غير المعدية، خاصة لمن تزيد أعمارهم عن 40 عاما. يوفر مركز هبر الصحي الفحوصات العامة وخدمات الحمل والولادة ومكافحة الأمراض غير المعدية، بالإضافة إلى خدمات التحاليل الطبية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، ارتفع عدد قتلى هجوم المسيرات الذي استهدف الكلية الحربية في حمص إلى 123 قتيلا، فيما يتوقع أن يرتفع هذا العدد جراء العدد الكبير في الإصابات الناجمة عن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. يأتي هذا فيما بدأت سوريا بتشجيع الدفعة الأولى من ضحايا الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة على الكلية الحربية في مدينة حمص فور انتهاء حفل تخريج. وأجريت مراسم التشجيع على دفعات لقرابة 30 قتيلا من عسكريين ومدنيين بحضور وزير الدفاع علي محمود. وأعلنت الحكومة السورية في خطوة نادرة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حزنا على أرواح الضحايا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين اتهم الجيش السوري التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة بالوقوف خلف الاستهداف عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وفقا لفرانس بريس. وأكد أنه سيرد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مهمة بلاده تتمثل في بناء عالم جديد مهاجما الهيمنة الغربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن روسيا لا تزال قادرة على مواجهة الحرب في أوكرانيا. واتهم بوتين أيضا الغرب بالسعي إلى إقامة ستار حديدي جديد مع روسيا في وقت تواجه رزمة عقوبات تراوحت بين حظر للطيران ومراقبة شديدة للروس عند حدود الاتحاد الأوروبي، وحرمان موسكو من استخدام نظام سويفت المصرفي العالمي.
وقال بوتين خلال المنتدى أن الولايات المتحدة ومن يدورون في فلكها سلكوا طريق الهيمنة، لافتا إلى أن الغرب يحتاج دائما إلى عدم أو إلى عدو يتم تبرير القتال ضده بالقوة والتوسع. وبناء عليه اعتبر بوتين أن الهجوم الروسي على أوكرانيا ليس نزاعا على أراضٍ، بل حدث ينبغي أن يحدد المبادئ التي سيقوم على أساسها النظام العالمي الجديد. تسببت الفيضانات والعواصف والجفاف والحرائق في تهجير أكثر من 43 مليون طفل بين عامي 2016 و2021، كما أنها تشكل خطرا بتشريد 100 مليون آخرين خلال 30 عاما المقبلة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف. وقالت يونيسيف إن الكوارث المرتبطة بالطقس أكثر عنفا وتكرارا، حيث تسبب غازات الاحتباس الحراري ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، وقد تسببت في تهجير قرابة 20,000 طفل يوميا في 44 دولة على مدار 6 سنوات، 95% منهم بسبب الفيضانات وفقا لوكالة BA ميديا البريطانية. وتحصي هذه الأرقام رسميا عدد عمليات نزوح الأطفال وليس عدد الأطفال النازحين، إذ يمكن لطفل واحد أن ينزح أكثر من مرة. وذكر التقرير أن التوقعات الجزئية تظهر أن فيضانات الأنهار يمكن أن تتسبب وحدها في 96 مليون عملية نزوح لأطفال في السنوات 30 المقبلة، بينما قد تتسبب الرياح المصاحبة للأعاصير في 3.10 ملايين عملية نزوح. بلغ ارتفاع مونت بلانك أعلى جبل في أوروبا الغربية والواقع بين فرنسا وإيطاليا 4805.59 مترا بعد قياسه في سبتمبر، أي أنه تقلص ب 2.22 مترا عن العام 2021 وفق ما أفاد فريق من المساحين الفرنسيين. وتسلق نحو 20 شخصا مجهزين بأدوات متطورة وللمرة الأولى بطائرة مسيرة جبل مونت بلانك في منتصف سبتمبر لإجراء عمليات مسح دقيقة لأيام عدة، وهو ما اعتاد إنجازه كل سنتين بدءا من العام 2001. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع نماذج للقطاع الجليدي وجمع بيانات علمية عن تأثير التغير المناخي على سلسلة جبال الألب، على ما أشار المشاركون في هذه المبادرة التي أطلقتها غرفة المساحين الخبراء في أوت سافوا، والتي تضم عددا كبيرا من الشركاء. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذه الفترة هذا أبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للشلل الدماغي. المزارعون في مندفر يتفقدون التجارب الزراعية. بناء حفير في مدينة غونيا بإقليم الكاشبركة. سوريا تبدأ تشييع ضحايا الكلية الحربية وتعلن الحداد 3 أيام. بوتين يؤكد سعي روسيا لبناء عالم جديد ويهاجم الهيمنة الغربية. وكوارث الطقس هجرت أكثر من 43 مليون طفل. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.